يا باشمهندس، مساء الفل. مساء الجمال. عامل ايه؟ الحمد لله. بما اننا في المود بتاع الاضاءه الجميل ده، في سؤال مهم الناس مستنيه اجابتك عليه. هو ايه علاقه مهندس الديكور، او ايه طبيعه التعاون بين مهندس الديكور ومدير التصوير؟ وده سؤال مهم جدا. بس خلينا نقول ان هو محتاج يتجاوب على جزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن طبيعة التعامل او الاحتياجات اللي ما بين الطرفين. اولا، بالنسبة للمهندس الديكور، هو اللي بيحدد مصادر الاضاءة من خلال المكان والعناصر الاكسسوار المحطوطة داخل المنظر السينمائي. بالنسبة للمكان، هي طبعا مصادر الإضاءة زي الباب، الشباك، البلكونة. لكن بالنسبة طبعا للمصادر الداخلية زي وحدات الإضاءة زي الأباجورة، لمبادير، أباليق، نجفة، كل دول بيكونوا ريسورس للمدير التصوير اللي بيستخدم على اساسهم او بينور على اساسهم. فعدم وجودهم هو هيبقى مصدر اضاءه ملوش وجود. انت دايما هتقعد تقول هو جه منين النور ده. فده بيبقى جزء من الشغلانه. الجزء الثاني المود العام، الاتفاق على المود العام. شكل المود العام هيبقى عامل ازاي، الاتموسفير نفسه بتاع الشغلانه هيبقى شكله عامل ازاي. في الوقت اللي احنا بنتفق فيه على المود، الشكل، الاضاءه، بنبتدي نحدد على اساسه الالوان بتاعه المكان وشكلها ما بعد الانتهاء منها هيبقى شكله عامل ازاي. عشان انا ممكن احط لون يتغير بالالوان اضاءه. يعني ممكن كميه الازرقات دي تغير شكل اللون اللي في الخلفيه، او اللون اللي في الاكسسوار او في اللبس. ممكن يغير المود تماما. حتى بعد الكالرنج، لما بيخش كالرنج ممكن يغير المود اللي احنا اتفقنا عليه تماما. فانا بعمل حسابي من البدايه ان اللون اللي بحطه او اللي هستخدمه، سواء في الخلفيه، الحدود، الدهانات بتاعت الحوائط او الفرش او اللبس حتى، او العناصر اللي موجوده، ان هي تبقى محافظه على ان كميه الاضاءه اللي هتنزل عليها توصلنا في النهايه للمود العام حتى بعد الكالرنج. ودي ليها حسبه كده ممكن نبقى نشرحها في يوم تاني يعني.